بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نستكمل الحديث فيه عن أمراض القلوب. والمرض الذي نتحدث فيه اليوم هو مرض الطمع. لو تأملتم ودققتم في الأمراض الذي نتحدث عنها سواء في الأيام المنصرمة أو القادمة ستجدون بينهما ترابطا. البارحة على سبيل المثال تحدثنا عن الشح والبخل، وهو متلازم ومترابط مع الطمع. هذا المرض الذي نتحدث عنه اليوم وهو أيضا مرض خطير وذنب عظيم من ذنوب القلب. والسبب في أن مرض الطمع كبير أن القلب الذي يدخل إليه فيروس الطمع يهاجم أول ما يهاجم العقيدة الصحيحة للإيمان بالله، لأن منشأ الطمع من الجهل بحكمة الله عز وجل الخالق المتفضل الرزاق المنعم الوهاب الذي قدر المقادير فلا يزيده حرصه هذا إلا شرا وحرصا على المزيد. في هذا يقول أحد العارفين بشؤون القلب: لو قيل للطمع من أبوك لقال الطمع أن أبي الشك في المقدور. لو قيل للطمع من أبوك لقال أبي الشك في المقدور. ولو قيل ما حرفتك ما مهنتك لقال اكتساب الذل. ولو قيل ما غايتك قال الحرمان. من أبوك الشك في المقدور، ما حرفتك اكتساب الذل، ما غايتك الحرمان. لهذا كله كان المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ بالله من الطمع والجشع. الإمام مسلم يروي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. لأن الإنسان إذا أصيب بمرض الطمع فلا يشبعه شيء، مصداقا لما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس خادم النبي أو عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والمثل اليوناني أيضا يقول: الطمع كماء البحر، زد من ماء البحر شربا تزداد عطشا. يروى عن الحسين بن علي تارة، وتارة عن وهب بن منبه أن رجلا أتاه شاكيا يشتكي إليه أنه يصيب من المال لكنه لا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر من ذلك، فجاء يطلب أن يعلمه شيئا ينتفع به، فقال: إما الحسين بن علي أو وهب بن منبه. قال له: إن كان ما يكفيك
يغنيك، إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. الطمع أيضا عندما يصيب القلب لا يتوقف ضرره عند صاحب القلب المصاب، بل يتعدى ذلك وينتقل آثاره ويتسع إلى المجتمع. انظر من حولك في أحوال الكثير من الناس ستكتشف سلبيات ومساوئ الطمع متجلية عليهم بشكل واضح. فلولا الطمع والحرص ما وجدت في المجتمع داء الحقد والحسد، ولولا الطمع ما وجدت أنواع الإساءات بين الناس بعضهم لبعض، لولا الطمع ما قامت الكثير من الخلافات والخصومات والصراعات، لولا الطمع ما كانت السرقات والاختلاسات والاحتيالات والرشوات، ولولا الطمع ما قطعت الكثير من الصلات والقربات. حكيم من الحكماء أراد أن يعلم تلامذته درسا عن داء الطمع. يوما كان مع تلامذته، نظر فإذا بجانبه قطة تلاعب أولادها الأربع، وهم يتلاعبون في منظر أخوي رائع، فإذا بالحكيم يلفت انتباه تلامذته إليهم وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الإخوة وهم يلعبون ويمرحون وليس بهم بأس ولا شيء، لكن انظروا الآن ماذا سيحل بهم عندما أرمي إليهم هذه القطعة من اللحم. ثم رمى ما في يده من اللحم عليهم، وإذا كل واحد منهم يحاول أن تكون قطعة اللحم من نصيبه لا من نصيب أخيه، وهم يتصارعون على قطعة اللحم. فقال لهم: هكذا يفعل الطمع بصاحبه في علاقته مع إخوته ومع الناس جميعا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الطمع من أي شيء من حطام الدنيا. طبعا في المناسبة الطمع له وجهان: وجه محمود ووجه مذموم الذي نحن نذكره الآن. الوجه المحمود للطمع هو الذي يكون بمعنى الرجاء من الله عز وجل، كما قال الله تعالى على لسان سيدنا أو عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله تعالى على لسان سحرة فرعون: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فكل ما تتمناه وكل ما ترجوه وكل ما ترغب أن يكون من نصيبك اقصد باب مولاك وخالقك، فهو الكفيل أن تنال ما تريد بكل عزة نفس. أيضا من أوجه الطمع المحمود هو الطمع الذي يكون تعلقه ومتعلقه بأمر خيري كطلب العلم مثلا، أو أعمال الخير وقضاء حوائج الناس والصدقة، والطمع في غفران الذنوب. أما الوجه الآخر للطمع وهو الوجه المذموم الذي هو مرض من أمراض القلوب وذنب من ذنوب القلب الذي هو محل حديثنا، فهو انبعاث النفس إلى ما في أيدي الناس والاستزادة منه وعدم الشبع، وهذا هو الذي يمرض القلب.
وهذا الذي يجعل من الإنسان عبدا لدنياه وشهوته. لذلك قال الحكماء: الحر عبد إن طمع، والعبد حر إن قنع. الحر عبد إن طمع، والعبد حر إن قنع. وقالوا: ما نبتت أغصان الذل إلا على بذور الطمع، لأن العبودية والتذلل لا ينبغي إلا لله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العبودية في الحقيقة هي رق القلب واسترقاق القلب، فالذي استرق قلبك فأنت عبده، وهذا حق. فالعبودية في الأصل تكون في القلب، والذي أو الشيء الذي يسترق قلبك يصبح قلبك عبدا له. استرق قلبك كالمال، أصبحت عبدا لهذا المال. استرق قلبك الشهوة، فأنت عبد لهذه الشهوة. استرق قلبك كالله، أصبحت عبدا لله عز وجل. لذلك الشاعر يقول: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. نسأل الله عز وجل أن نكون أحرارا. الآن إليك يا من ابتليت بمرض الطمع، إليك الدواء والعلاج من خلال وصفة النبي صلى الله عليه وسلم من صيدلية المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما يرويه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كثيرا ما يجري الإنسان قياسات ومقاربات بينه وبين الآخرين في أمور الدنيا، سواء في الشكل أو الهيئة أو الوظيفة والعمل أو في الصحة والبدن أو في المكتسبات والممتلكات. لكن هذه المقارنات تفضي إلى آثار سلبية، لأن الإنسان يجري المقارنة بالنظر إلى من هو أعلى منه في المال والحظوة، فيرتد عليه هذا النظر بالإحباط والحزن والحسد وربما الحقد، بل قد يجره الأمر إلى أن لا يرى نعمة الله عليه في شيء من شؤونه. وهنا يأتي التوجيه النبوي الحكيم إلى عكس هذه الحال وانعكاس هذه الحالة، وذلك بالنظر والمقارنة بما هو دونه، فتنعكس الآثار السابقة إلى الرضا والطمأنينة والسعادة وإعظام لنعمة الله عز وجل، ومن ثم شكرها. تماما عندما تخرج من بيتك متوجها إلى عملك، تركب سيارتك القديمة موديل التسعينات لادا على سبيل المثال، كمثال على ضعف نوع السيارة، ثم تقودها منشرح الصدر متجها إلى عملك، وتجبر على التوقف عند إشارة مرور قد احمرت، ثم تنظر عن يمينك فإذا بسيارة تقف بجانبك موديل العام الجديد من نوع كاديلاك أو أي سيارة من السيارات الفارهة. أنت تحتاج إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكمل طريقك للعمل منشرح الصدر، لأن الحقيقة أن السيارة الجديدة الفارهة التي تقف بجانبك على اليمين لا تقارن بسيارتك اللادا القديمة. هذا سيجعل من نفسك أو ستخلق في نفسك الحسد والحقد والطمع،
هنا يأتي علاج النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنظر إلى شمالك أيضا لتجد من هو غيرك من يقود دراجة، وربما غيرك الكثيرون من يمشون على أقدامهم سواء في حر الشمس أو في زمهرير الشتاء، لتتعرف على قيمة اللادة التي بين يديك، ثم تشكر الله على اللادة وتسأل الله عز وجل أن يحفظها لك وأن يديمها عليك. لذلك كان أحد السلف يقول: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن وغم، أرى دارا واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك، فصحبت الفقراء فاسترحت. فالعلاج أيها السادة يكون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. انظر إلى ما تملك ولا تنظر إلى ما تفقد. عندك زوجة، عندك أولاد، عندك وظيفة، عندك نعمة. الآخرون الملايين يفتقدون هذا الأمر، وربما الكثيرون يدفعون الملايين ليحصلون على نعمة الولد فقط. أنت عندك كل هذه النعم. لذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من بات منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحمي ويحفظ قلوبنا من الطمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى غد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.